السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، معكم مستر السيد الجمل خبير الفلسفة والمنطق بوزارة التربية والتعليم وعضو القوافل التعليمية ومستشار جريدة الأهرام المسائي للمواد الفلسفية. وتقييم رقم 12. طبعا رقم 12 هيبقى فيه بس أداءات صفية وواجبات منزلية، مفيش تقييم علشان امتحان الشهر، عشان اختبار شهر أبريل ان شاء الله. فعشان كده مفيش تقييم اسبوعي، ولكن في اداءات صفيه وواجبات منزليه. يلا بينا عشان ما نضيعش الوقت، وما تنسوش تدعمونا. بيتكلم عن درس التفلسف وعلاقته بالقيم. بيقول لي صمم رسم تخطيطي بتوضح من خلاله معوقات التفلسف. تعالوا مع بعض نشوف معوقات التفلسف اهي. بيقول لي التفلسف لا ينمو في بيئات تمارس السيطره والقهر. ودي أمثلة هنا. بيقول لي بيئة أسرية لا تسمح بالحوار، بيئة تعليمية تعتمد على التلقين والحفظ، يعني احفظ وتعالى سمع. وأجهزة الإعلام اللي لا تؤمن بتنوع الأفكار، يعني بتجيب لما تناقش قضية مثلا تجيب طرف واحد بس، سواء كان الطرف المؤيد أو الطرف المعارض. المفروض تجيب الطرفين عشان الناس تسمع للاتنين وتشوف تقتنع بأنهي رأي فيهم. يبقى البيئات دي بتمنع نمو التفلسف، للإنسان ما يقدرش يعبر عن رأيه نتيجة السيطرة والقهر اللي هو موجود فيه. تمام كده؟ طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو هتصمم رسم تخطيطي عن أهمية التفلسف على المستوى الفردي والمجتمعي. يعني أهمية التفلسف للفرد والإيه؟ للفرد والمجتمع أهو. أهمية التفلسف بالنسبة للفرد: ينتج عقولا ناضجة، يعني العقل بينضج، خلاص الإنسان يبقى عنده قدرة على التحليل وعلى النقد. تتعامل بسماحة، سماحة يعني إنك أنت تتقبل آراء الآخرين، وده بنسميه تسامح الفكري. يبقى عندك قدرة على تقبل آراء الآخرين، تمام، بالرغم إن هم مختلفين معاك في الرأي. شخصيات مستقلة، يعني تاخد القرار بتفرد من غير ما تبقى تابعة لحد، ولا تمشي ورا حد، ولا تقلد حد. شخصيات مستقلة تتسم بالشجاعة والصراحة والثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية. تمام. المرونة الفكرية، يعني التحرر من التعصب والعنف والسلبية واللامبالاة. ودي برضو المرونة الفكرية جانب من التسامح الفكري. طيب بالنسبة بقى للمجتمع، أهمية التفلسف في المجتمع هو إيه؟ التفلسف ده هو السبيل، يعني الطريق السريع والحقيقي لتقدم أي مجتمع وأي أمة. تمام كده؟ يبقى ده أهمية إيه؟ تفلسف للفرد والمجتمع. في المنطق بقى طبعا بيقول لي، بيتكلم عن دور المنطق في تكنولوجيا الاتصال. بيقول لي صمم رسم تخطيطي بتوضح من خلاله الأساس المنطقي للحاسوب. أنا عندي الأساس المنطقي للحاسوب جزئين أهو. جزء اسمه نظام العد الثنائي، اللي هو المنطق الثنائي بتاع لايبنتز، الصدق والكذب وأون وأوف، تمام. والبوابات المنطقية أو المدخلات والمخرجات، اللي هي الإشارات المنطقية طبعا، أو الثوابت المنطقية زي ما احنا بنسميها، الوصل والعطف والشرط والفصل إلى آخره. تمام كده؟ يبقى هنا دي اسمه الأساس المنطقي للحاسوب. عندي بعد كده سؤال بيقول لي اعطي مثال من عندك لكيفية ترجمة القضايا المنطقية للغة رمزية. احنا عندنا بنترجم أي قضية باللغة الطبيعية إلى لغة رمزية. تمام كده؟ عندي مثال أهو. مثلا لما قلت هنا نوال مهندسة ورشا طبيبة، تمام. أنا عندي هنا قضيتين بنربط بينهم بالرابط العطف واو. نوال مهندسة دي قضية، الواو رابط عطف أو وصل. رشا طبيبة دي قضية تانية، تمام. يبقى نوال مهندسة دي قاف أهو، تمام كده. ورشا طبيبة دي لام، والنقطة دي طبعا الوصل أو إيه أو العطف. يبقى نوع القضية عطفية أو قضية وصل. الصيغة الرمزية بتاعتها قاف وصل لام أو قاف نقطة لام. تمام كده؟ يعني رشا مهندسة ونوال، أو نوال مهندسة ورشا طبيبة. ممكن طبعا نبدلهم مع بعض عادي، مفيش مشاكل. طيب بيقول لي بعد كده في الفلسفة بقى السؤال ده، بيقول لي الجهد العقلي الذي يرغب في المعرفة والتفكير العميق والتزود بوجهات نظر فيما يتعلق بمشاكل الحياة بصفة عامة. طبعا ده أكيد التفكير النقدي، اللي هو جانب من التفلسف. التفلسف يكسبني القدرة على التفكير النقدي، التحليل، إن أنا أشوف مميزات الأشياء وعيوبها وإيجابياتها وسلبياتها قبل ما أقبل أو أرفض أي شيء. السؤال الثاني برضو في الفلسفة بيقول لي فكروا بأنفسكم وابحثوا عن الحقيقة واعتمدوا على أنفسكم. بيقول لي عقب برأيك في حدود سطرين في ضوء دراستك لمعوقات التفلسف.
يعني احنا لو قلنا مثلا ان التفلسف بيحتاج لبيئة مستقلة تسمح للفرد بالتعبير عن رأيه، وبالتالي يكتسب الثقة بالنفس ويستطيع الوصول إلى الحقيقة دون تبعية أو تقليد لغيره. تمام. الفلسفة التفلسف هيديك فرصة انك انت تبقى مستقل في تفكيرك وما تتبعش اي حد. الواجبات المنزلية في المنطق بيقول لي وحدة كهربائية مترابطة الأجزاء تؤدي وظيفة متكاملة من خلال عدد محدد من الأوامر تسمى مدخلات، ومخرج واحد يعبر عن القيام بالمهمة المطلوبة. طبعا دي البوابات الإيه؟ البوابات المنطقية. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا اجتهد الطالب نجح في الامتحان. أول ما تشوف إذا في بداية الجملة أعرف إن ده رابط شرط أو قضية شرط على طول. تمام. يبقى هنا القضية شرطية أو لزومية، نسميها شرطية أو لزومية. تمام كده. وبتبقى قاف وسهم أهو، بنعمل سهم كده أهو، نكتب أهو قاف، قاف سهم، يعني قاف تؤدي إلى لام، لأن الشرط بيبقى مكون من جزئين، فعل الشرط وجواب الشرط. خلاص كده. وما ينفعش طبعا نبدلهم مع بعض. يبقى قاف تؤدي إلى لام. إذا اجتهد الطالب نجح في الامتحان، يبقى ده القضية اسمها إيه؟ قضية شرطية. دي قضية شرطية. تمام. أو لزومية. شرطية أو إيه؟ أو لزومية. نسميه رابط الشرط أو لزوم اللي بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بإذا. تمام كده. وأنا عندي طبعا الروابط زي ما أنتم عارفين، رابط العطف أو الوصل. تمام. رابط العطف أو الوصل بنرمز له أهو الصيغة قاف نقطة لام. ماشي كده. رابط الشرط قاف تؤدي إلى لام. رابط الفصل قاف في لام. ماشي كده. طب لو قضية لوحدها موجبة تبقى قاف، قضية لوحدها سالبة تبقى سالب قاف. خلاص كده يا جماعة. يبقى دي الروابط الايه اللي احنا عارفينها، او القضايا اللي احنا ايه خدناها، ازاي نحول قضية من اللغة الطبيعية الى لغة رمزية. بهنا نكون وصلنا لنهاية التقييم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.